مرحبا، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والاشتراك والسبسكرايب والجرس مشان يوصلكم كل جديد. طبعا اليوم الفيديو عن شلون تسلوا حالكم بالحجر المنزلي بما انه هلا في كورونا وما بصير تطلعوا من البيت، مشانكم ومشان عائلتكم ومشان وطنكم اصلا. اليوم عنا أفكار مشان تخففوا الملل بالحجر المنزلي وأكيد راح تعجبكم. وبنهاية الفيديو لا تنسوا تنزلوا لتحت تكتبوا لي أي فكرة أكتر فكرة عجبتكم. طبعا أول فكرة اللي هي الطبخ. هذا الشي ممكن ما في كتير ناس بيحبوه، بس إذا أنتم مبتدئين طبخوا حلويات سهلة، ويعني حاولوا في مثلا وصفات كيك بتكون انه بودرة بس بتحطوا بيض وطحين ومي او حليب. فهي الشغلات كتير سهلة وبطلع يعني فيكم تطوروا حالكم بهذا الشي. ثاني شي اللي هو الرسم. رسموا او لونوا اشياء انتوا رسمتوها، طبعوا ولونوا. هذا الشي عن جد كتير حلو لانه يعني بتقدروا تطوروا من حالكم بهذا الشي. رابع اتوقع ثالث شي اللي هو الرياضة. اعملوا رياضة، مثلا بتقدروا تكتبوا بيوتيوب رياضة ب5 أو 10 دقايق، فبيطلع لكم كتير خيارات وبتقدروا تضغطوا فيديو وتعملوا كل يوم يعني أو كل أسبوع يوم أو يومين. اكتبوا يومياتكم. أنا هذا ما بحبه هذا الشي لأنه يمكن في ناس بيحبوه مشان بس تكبروا يعني يصير عندكم ذكريات واشياء حلوة. شوفوا صوركم وانتم صغار، هذا الشي عن جد حلو لانه بتسترجعوا ذكرياتكم. واذا ما عندكم ثالث شي لعبوا العاب الكمبيوتر. نزلوا العاب، في العاب قديمة كنا نلعبها اللي هي مثل النار والمي. في بتقدروا كمان تروحوا على جوجل، عن جد هاي فكرة يمكن ما حدا بيحسها. روحوا على جوجل واكتبوا ألعاب راح يطلع لكم خيارات كتير. طبعا ألعاب أونلاين لازم تتعبوا مشان تلعبوها. صلوا وصوموا. فيكم تصوموا بشهر شعبان اثنين وخميس يمكن، وبما انه هذا الوقت المناسب مشان تصلوا وتدعوا للناس اللي محتاجة العلاج، فصلوا السنن وكل الصلوات بوقتها. فهذا الشي عن جد يعني لازم تكونوا أقرب لربنا. كمان احفظوا القرآن. احكوا مع رفقاتكم على الماسنجر أو الإيميل أو الواتساب. درج شو إذا عندكم ما بصير تروحوا لعندهم أو يعني تروحوا على بيوتهم أو تزوروهم. وكمان حسنوا من لغتكم الإنجليزية أو أي لغة أنتوا كان بدكم تتعلموها مشان بنهاية العطلة إن شاء الله أنتوا تكونوا متعلمين كتير أشياء، لغات جديدة، والإنجليزي تحكوا فيها بطلاقة. فزينوا دفاتركم المدرسة، سطروها وكتبوا عليها أشياء حلوة تحفزكم كمان أنكم تكملوا الدراسة. كمان في شي حبيت أقولكم إياه، اعتنوا ببشرتكم أو اعملوا ماسكات طبيعية بالعسل. يعني في كتير ناس بيعملوا فيديوهات عن ماسكات طبيعية. هذا الشي كتير ممتع لأنه يعني فيه بتعتنوا ببشرتكم واعتنوا بأظافيركم. فيكم تحطوا لهم مناكير أو يعني فرشوهم. فيكم يعني جيبوا فرشاية وحطوا عليها معجون أسنان وفرشوا أظافركم، راح يطلعوا بمظهر كتير حلو. أو فيكم تطولوا أظافركم تحطوها بالزيت يمكن 10 دقايق يمكن. فرقوا ملابسكم القديمة. بما أنه هلا يمكن في كتير ناس محتاجة ملابس أو أشياء جديدة منشان الفيروسات ما تتكون بهاي الملابس القديمة اللي عندهم إياها. امسحوا صوركم الصور القديمة بالتليفونات أو جربوا خلفيات التليفون. عن جد هذا ممتع شي. هذا الشي ممتع لأنه يعني في كتير خلفيات أنتم ما بتعرفوا، في كتير صور ما بتعرفوا شو يعني شلون بده يطلع شكله لو حطيتوا خلفيات.
لو حطيتوها على شكل خلفيات رتبوا البيت أو امسحوا الغبرة، أو يعني عن جد هذا شي ممتع يمكن، لأنه على الملل الزايد هذا فراح يصير شي ممتع. وغيروا ديكور البيت، حطوا مثلا لوحات، اعملوا نظام أكل صحي، نوم أكل شرب، نوم وأكل وشرب. يعني حاولوا عن جد انكم تزيدوا من شرب المي. لو انتم يعني كل يوم بيكون عندكم 4 أكواب أو أكثر، زيدوها، اعملوها يمكن 6 أكواب، يمكن تقدروا تعملوا، لأنه عن جد المي مفيدة لكل شيء، حتى فيروس كورونا. لأنه إذا مثلا أجاكم الفيروس على تمكن وشربتوا مي، يعني عن جد معلومة عن جد، إذا كان الفيروس تمكن مثلا أو شربتوا مي، راح يعني السوائل تصير حرب بين السوائل والفيروس. طبعا هيك بيكون خلص الفيديو، ولا تنسوا مثل ما قلت لكم بالبداية تكتبوا شو أكتر شي عجبكم، يعني شو أكتر شي استفدتوا منه لما عملتوه بالأشياء، بكومنت الأشياء اللي قلتها. وبنهاية هذا الفيديو لا تنسوا تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب. وفي شي بدي أقولكم إياه كمان، أنا آسفة كتير لأنه قطعت عليكم قطعة طويلة، بس إن شاء الله بهاي يعني بهاي الوصلة راح أبدأ أعمل فيديوهات أكتر إن شاء الله، إن شاء الله، لأنه أنا يعني كتير إنه نسيان القناة. يعني شوفوا الفيديوهات القديمة، شاركوا لو شاركوا هذا الفيديو لرفقاتكم، يمكن يكونوا ملانين فطسانين من الملل أو زهقانين. Drop